رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. أكيد اتمشيت في شوارع المحروسة في رمضان، وأكيد كمان شفت الزينة اللي موجودة في كل مكان. يا ترى سمعت صوتها لما الهوا بيحركها؟ رمضان في المحروسة غير العالم كله. أنا داليا وهبي وانتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. زينة رمضان اللي بتملى الشوارع والحواري في المحروسة علامة مميزة جدا، هتلاقيها في كل مكان، والأحياء الغنية والأحياء الفقيرة كلها باختلاف مستوياتها سواء الثقافية أو المادية. منها بقى الورق الملون، ومنها الجلاد المفضد، ومنها الأنوار، ومنها الزينات والسلوك بتاعة الكهرباء اللي بتبقى ملونة. أنا فاكرة واحنا صغيرين لما كنا مش عايزين أو مش قادرين نشتري زينة، كنا بنلم بعض ونقص الورق ونعمله مثلثات ونقعد نلونه، نسهر طول الليل نلون كل مثلث بلون، بعدين نجيب خيط دبارة تخين ونلزق عليه المثلثات. الخيط الطويل ده آخر الليل الشباب بتوع المنطقة بعد ما بيصلوا صلاة التراويح بتاعت أول يوم في رمضان يفضلوا سهرانين طول الليل لغاية صلاة الفجر وهم بيعلقوا الزينة ويلفوها حوالين البلكونات كلها في الشارع. زينة رمضان موجودة ومكملة معانا وبتتطور زي كل حاجة حوالينا، كل سنة بتلاقيها غير اللي قبلها، كل سنة عليها إضافة جديدة، كل سنة عليها حاجة حلوة، زي حياتنا بالظبط. في الأحياء القديمة شوية لو اتمشيت فيها هتسمع صوت الزينة والهوا بيلعبها، جمال المنظر وهي بتربط بين البلكونات على الجنبين بهجة كده رهيبة ما تقدرش تقاومها، كأنك دخلت جنة أحلامك ورجعت لذكريات الطفولة البريئة، إلا طبعا لو عندك مشكلة بقى مع الأصوات. الأحياء والمدن الجديدة شوية مش هتسمع صوت الزينة علشان الشوارع أوسع، البلكونات مش بتبقى مربوطة من الجنبين بالزينة، لكن هتلاقي كل واحد مزين بلكونته، ويمكن كل عمارة على بعضها مزينة بلكونتها، شوية أنوار يمكن شوية فوانيس، لكن مازالت الزينة موجودة ومازالت عادة جميلة. زياد سامي عتياني كتب مقال بعنوان عادات رمضانية عن زينة رمضان، قال إن كتب التاريخ سجلت إن أول حد بدأ فكرة الاحتفال بشهر رمضان كان سيدنا عمر بن الخطاب لما زين المساجد ونورها من أول يوم في رمضان علشان المسلمين يقدروا يوصلوا للمساجد عشان يأدوا صلاة التراويح. دكتور زهير شفيق قال في كتاب الإجماع دراسة في فكرته إن زينة رمضان بدأت في القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري، في أول بداية تأسيس الدولة الطولونية كانوا بيزينوا الشوارع وكانوا بينوروا الساحات. أحمد المالكي وهو أحد علماء الأزهر الشريف أكد أن سيدنا علي بن أبي طالب هو أول من قام بتزيين المساجد بالأنوار في رمضان، وإحنا لسه مكملين على نفس العادة وبنزين كل مساجد المحروسة في كل مكان بالأنوار. دي كانت فقرتنا النهاردة عن زينة رمضان، بكرة نتكلم عن عادة مكملة معانا في رمضان.